اول بطاريه عربيه كهرباء بتتشحن في 5 دقايق وعمرها اطول من عمر العربيه نفسها، رينج اضعاف اي عربيه كهرباء موجوده، وامان اعلى بكتير، تكلفه ارخص، وزي ما بيقولوا عمرها اطول من عمر اي بني ادم صحته حلوه. والاعمار بيد الله، بس في مشكله واحده، ان الكلام ده لو حقيقي كل اللي معاه عربيه كهرباء هيقولوا هو انا اتضحك عليا ولا ايه؟ اتضحك عليك. البطاريه دي بقى كل مكوناتها صلبه، يعني مش معرضه للحريق اللي كان بيحصل في البطاريه الليثيوم بسبب السوائل، ولو اتقسمت نصين عمرها ما تنفجر، التانيه ما كانتش بتتطفى. بالاضافه بقى ان الجهد الحراري اقل بكتير، يعني بتشتغل في كل درجات الحراره اللي ممكن تتعرض لها بكفاءه عاليه جدا. نيجي بقى لنقطه الشحن، يعني ايه عربيه تشحن في 5 دقائق؟ والتصريح المستفز اللي طلع من الشركه المصنعه اللي بتقول لك ان هي زودتها من 5 دقائق ل 10 دقائق عشان اللي بيشحن يلحق يشرب قهوته، وده بالمقارنه بالبطاريات الليثيوم اللي كانت بتشحن الشحن السريع من 30 ل 40 دقيقه. نيجي بقى للرينج، لو هتقارن بطاريه ليثيوم بالبطاريه الصلبه نفس الحجم فهتديك اكتر من 40 ل 50% زياده، وكمان فولتج اعلى، تيار اقوى، فقد طاقه اقل بكتير. بس خلي بالك محتاجه بنيه تحتيه في محطات الشحن كبيره جدا، لانها بتحتاج تيار عالي جدا، وده اللي من وجهه نظري هيعطل انتشارها شويه. نيجي بقى لدورات الشحن، الليثيوم من 3000 يا سيدي ل 6000 دوره شحن، وبعد ال 80% حالتها بتتدهور تمام. اما بقى الصلبه بيقولوا ان هي 100000 دوره شحن وبتحافظ على 99% من الساعه بتاعتها. طب يا محرم، بطاريه زي دي هتبقى بكام؟ الليثيوم كان بيخش فيها مواد نادره ومعادن غاليه جدا، فكانت تكلفتها عاليه. اما الصلبه انت متخيل ان تكلفتها اقل، وده عشان ما بيستخدموش فيها المواد النادره اللي موجوده في الليثيوم، بس اعتقد ان هي هتبقى غاليه شويه في الاول عشان براءات الاختراع. البطاريه دي بقى لها سنين في المختبرات، والاول مره شركه اسمها دونات لاب انتجت اول انتاج للاستخدام الفعلي، يعني شكلنا هنشوفها في السوق قريب. قول لي بقى، شايف الكلام ده حقيقي ولا لا؟ او لو حقيقي تشتري عربيه كهرباء دلوقتي ولا هتستنى؟